السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة التايجر. سهلة خالص زي الكيكة العادية، بس هنغير في الشكل بتاعها. هي المقادير مقادير كيكة، أي كيكة عادية، ولكن في الشكل هنشوفها بتتعمل ازاي. دول 3 بيضات عليهم رشة فانيليا، ودول 3 كوبايات دقيق عليهم بودر وذرة ملح، وعندنا كوباية زيت، وعندنا كوباية ونص سكر، وكوباية لبن، وعندنا الخل. خلاص، هنحط كوباية ونص السكر على ال3 بيضات. ال3 بيضات دول صغيرين، لو عندك بيضتين كبار يأدوا الغرض، وكوباية زيت، والزيت يكون من نوعية كويسة، وكوباية اللبن. كله على بعضه تضربيه في الخلاط أو بمضرب يدوي او بمضرب او بهاند بلندر او اي حاجه، وشويه الخل طبعا عشان خاطر بيبقى محسن. وهنضرب كله كده، ضربنا كده كل المكونات اللي هي السايله مع بعضها لحد ما تعمل لي فوم كده وتمتزج كلها مع بعضها والسكر يدوب. تقدري تعمليها في الخلاط قلنا او بمضرب يدوي. تمام. والدقيق انا حاطه عليه معلقه بودر وذره ملح، 3 كوبايات دقيق اهو. هقلب كله مع بعضه، وهنزل بقى بالدقيق وهكمل ضرب. هنزلهم كده على مرتين وهكمل ضرب. وطبعا الفرن بتاعي سخن، والصينيه بتاعتي جاهزه. انا هعمل في صينيه كبيره عشان مش بحبها عاليه قوي. هي طبعا بتبقى عاليه ما شاء الله. لو حطيتها عايزاها اعلى من اللي انا هعملها دي، تعملها في صينيه اقل. انا عامله في صينيه 30، تقدري تعملي في صينيه اقل. خلاص كده هخلص كل الدقيق. تمام. ولحد كده هي كيكة عادية جدا ما فيهاش اي حاجة. يعني لو ما عجبكيش الطريقة اللي انا هعملها اللي هو الشكل بتاع التايجر، لحد كده هي كيكة عادية خالص، وتقدري تصبيها وتدخلها الفرن. انا بقى هقسم الخليط ده نصين، نصين بالتساوي. قسمته نصين اهو، نص هخليه ابيض والنص التاني هحط عليه نسكويك. خلاص. انا ممكن تحطي كاكاو خام تاني، بس نسكويك عشان بيدي طعم شوكولاته وبيبقى حلو، يعني الولاد بيحبوه. هنخله كويس عشان خاطر اي تكتلات زي ما انتم شايفين كده، و عشان خاطر يمتزج كويس مع الخليط. وهجيب بقى تحطي بقى شويه من هنا وشويه من هنا، يعني وليكن كده معلقتين من هنا ومعلقتين من هنا، بالشكل ده لحد ما اخلص الخليط. هيديني شكل مخطط كده تايجر اهو. وفي الاخر هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. تمام كده. يبقى دي طريقة سهلة، والمقادير بتاعت الكيكة دي جميلة جدا وطعمها تحفة، وشكلها ده شكلها بيبقى جميل خالص لما تقدميها كده قدام ضيوفك، بصراحة بتشرفك، وطعمها حلو جدا. طريقة سهلة مفيهاش اي حاجة خالص. هنزل من دي بشوية ومن دي بشوية، بالكاكاو بشوية. انا طبعا مش مغمقة الكاكاو، انا عايزة لونه كده يبقى يعني ايه، رايق. عايزة تغمقي او تحطي كاكاو خام اللي هو الغير محلى، مفيش مشكلة. تمام. وبستجز. تمام، او بخلة او بالسكينة هعمل كده خطوط بحيث ان هي تبقى شكلها كده ايه، بالشكل ده. وهرجع برضو عكس عشان يبقى شكلها من فوق كده شكلها حلو، ومن قلبها برضو شكلها حلو. دخلتها الفرن وهتطلع معايا بالشكل ده ما شاء الله عليها. وهقطع لكم حته كده تشوفوها من جوه بقى الخطوط عامله ازاي، طريه جدا جدا وهشه. يعني انا حاطاها في صينيه كبيره وعاليه برضو، وهشه جدا جدا جدا. ما تنسوناش سبسكرايب لقناتنا، ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وانتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.